السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم اغلى متابعين عاملين ايه النهارده؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. كل سنة وانتم طيبين يا احلى ناس في الدنيا. النهارده ان شاء الله هنعمل نوعين من الجلاش. نوع بالجبنة والزيتون والخضار، والنوع التاني باللحمة المفرومة المتعصجة. عايزة اقول لكم الاتنين كانوا احلى والذ من بعض. حلوين جدا جدا وينفعوا طبعا لفطار رمضان، وحاجة سهلة كده وبسيطة وتقدري تعمليها على طول. مش هياخد منك ان شاء الله ولا وقت ولا مجهود. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. اول حاجة ونقول بسم الله. اول حاجة قطعت 3 بصلات كبار كده وحطيتهم على النار في معلقة سمنة، وبدأت اشوحهم كويس جدا. لما يتبلوا بنزل باللحمة المفرومة دلوقتي وهبدأ اقلبها كده تقليبة محترمة لحد ما لونها يبدأ يتغير معايا. دلوقتي بقى هنزل بالطماطم اللي انا مقطعاها مكعبات. لو انتي عندك صلصة تمام، عايزة تعصريها كمان تمام. حطيت معلقة فلفل اسود ومعلقة ملح وورق لورا وجوزة الطيب دي، ولو عندك ال7 بهارات يبقى حلو جدا. كده خلصنا اول خلطة، هندخل بقى على التانية. قطعت طماطم كده مكعبات وهحط عليها دلوقتي فلفل حراق على فلفل رومي، وعندي جبنة اللي هي بطعم الجبنة الرومي. حطيت زيتون وجبنة موتزاريلا، طبعا ممكن تستبدليها بجبنة شيدر او جبنة رومي. والخطوة الأساسية والحلوة جدا جدا، شوية بقدونس كده وبتحطيه وبتبداي تقلبي الحاجات دي كلها على بعضها. رشة فلفل اسود وتحط لها ملح بسيط عشان بتبقى محتاجة ملح. هنبدأ دلوقتي ندهن الصينية بشوية سمنة كده كويسين علشان ما يلزقش مننا. اتمنى لو انتي مش مشتركة معايا في القناة، اتمنى تشتركي. لو انتي بتتفرجي على الفيديو دلوقتي اتمنى تشتركي، ولو انتي مشتركة عندي اتمنى تفعلي زر الجرس وتحطي لي لايك وكومنت علشان اعرف ان انتي اتفرجت على الفيديو. وشكرا لكل حد بيتابعني وبيستنى فيديوهاتي. بحبكم في الله جدا يا احلى متابعين في الدنيا. اهم حاجة برضو نصلي على الرسول الكريم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. بنبدأ دلوقتي نحط الطبقات. انا حطيت 7 طبقات من تحت، وما بين كل طبقتين كنت بدهن شوية سمنة علشان الجلاش يبقى كده مش ملزق في بعضه يعني، ويكون يعني طعمه كويس. دي اخر طبقة، دي كده ال7. هبدأ دلوقتي بقى احط الخليط اللي عملته، وعايزة اقول لكم طعمه بيبقى تحفة جدا جدا. البقدونس بيعمل تيست حلو قوي. وانتي شغالة كده خلي بالك من الأطراف، ما تخليش أي حاجة تيجي على الطرف الصينية علشان ما تلزقش وتتحرق معاكي وتبقى مش لطيفة. وحاولي تضغطي ضغطة بسيطة كده بالمعلقة وانتي بتفردي الخليط ده. هبدأ دلوقتي أرص الطبقة التانية من الجلاش، وهنحط برضو 7 طبقات. اللهم بارك. خلصنا اول صينية وهنبدأ نقطعها كده بالحجم اللي انتي عايزاه طبعا اللي بتفضليه. تبدأ تقطعيها، ولو انتي هتسويها على طول تمام هتزودي لها اللبن والبيض وتحطيها في الفرن على طول. لو انتي هتسيبيه شوية قطعيه برضو ويغطيه كويس من فوق
بحيث ان الجلاش ما ينشفش معاكي ويبدأ يعمل لك طبقة كده من فوق ناشفة جدا. تمام. تعالي بقى حاجة مهمة جدا، لو عندك صينية مدورة برضو هنعمل فيها احلى جلاش، ما تقلقيش منها. بتدهنيها طبعا برضو بدهنة كده من السمنة، وبتبداي توزعي الجلاش زي ما انت شايفة كده. يعني كل حاجة ان شاء الله سهلة طالما بتعمليها بحب. تمام كده. هبدأ ندهنها طبقة سمنة زي ما انت شايفة كده، او رشة سمنة، والاطراف دي ببدأ اتنيها لجوه زي ما انت شايفة كده، وهتحطي كل واحدة والتانية عكس اختها. طبقات الحمد لله. هنبدأ دلوقتي ننزل باللحمة المفرومة، تحفة جدا يا بنات، جربوها. ولو عايزة تضيفي عليها موتزاريلا ممكن تحطي، بس انا فضلت ان هي تبقى لحمة كده لوحدها، والتانية طبعا فيها الجبنة. تمام. فتقدري تعملي انت نفسك فيه واللي انت عايزاه. هي هبدأ دلوقتي اغطيها بالطبقات التانية من الجلاش زي ما انت شايفة كده، وربنا يحسن ما بين ايدينا وايديك يا رب العالمين، وتعملي احلى حاجة في الدنيا لأولادك. اخر طبقة ببدأ ادخل الاطراف بتاعتها لجوه زي ما انت شايفة كده، وهنبدأ نسوي بقى على درجة حرارة مرتفعة. بس طبعا قبل ده كله هنعمل الخليط اللي هنرشه من فوق. معايا نص كيلو من اللبن، وحطيت عليه رشة فلفل اسود وملح وبيضة. طبعا انا مش بحب اكتر البيض عشان مش بحب طعم البيض في الحاجات دي قوي، ففضلت ان احط واحدة بس كده تديني لون وتست كده بسيط. هنقلب الكلام ده كويس جدا كده، واهم حاجة رشة الفلفل الاسود علشان لو في اي زفارة. هاخد الكمية بتاعتي اللي انا عايزاها وهحطها، ونزلت عليها بجبنة وبقدونس كده. وطبعا لو عايزة تطرى بتغطيها شوية وبتبدأ تحطيها في الفرن. هتاكلي احلى جلاش في الدنيا صدقيني والله، تحفة جدا. اتمنى وصفتين النهاردة يعجبوكي بإذن الله، هما سهلين وتقدري تعمليهم على طول وجمال جدا في الفطار. ولو عازمة حد برضو حاجة مشرفة يعني، وهتعجبك ان شاء الله. بحبكم في الله جدا يا احلى متابعين. اتمنى الفيديو بتاع النهارده يعجبكم، واكون خفيفة عليكم يا رب العالمين كده، ويكون الفيديو بتاعي ظريف. بحبكم في الله جدا. اتمنى الفيديو ان شاء الله يعجبكم، واشوفكم فيديوهات تانية كتير، واقول لكم سلام.